السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض بقى الكيكة أو التورتة الكريمة أو الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، ما شاء الله عالية جدا، ويعني تنفع لعيد ميلاد أو لأي مناسبة. ما شاء الله. مش مكلفة. بتعمليها ببيتك على قد ايدك، بتفرحي بيها اولادك. ما شاء الله حلوة جدا وحاجة لا غنى عنها في البيت. طبعا يعني بنحتاجها في مناسبات كتير، او بنبقى عايزين نعمل ومفيش امكانيات، فبنعملها بأقل التكاليف. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول عملنا الكيكة الحلوة دي او التورتاية الحلوة دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هنجيب 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة المطبخ. ما تكونش طالعة من التلاجة، ولو في التلاجة طلعيها قبلها بشوية. هنحط 6 بيضات زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنضيف بقى نص كوباية من المية من الحنفية عادي خالص من الفلتر. كمان هنضيف الاسبونج بقى نص كيلو من الاسبونج. يعني دقيق كيكة جاهز فيه المحسنات بتاعته. بس طبعا الدقيق ده كان عندي، برضو كنت جايباه لما قالوا ان الحاجات هتغلى، فجبت اكتر من كيكاية من نص كيلو يعني، من الشوكولاتة ومن الفانيليا. وخليتهم عندي في التلاجة. هحط طبعا فانيليا، 4 باكت من الفانيليا اللي هو ده الباكيتات دي، او معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. هحط بقى بيكنج باودر. ليه؟ لان انا قلت لكم ان هو عندي بقاله فترة، فانا عشان ابقى ضامنة المحسن اللي فيه يشتغل ويبقى كويس. هضرب بقى كل المكونات مع بعضها في مضرب البيض لمدة 10 دقايق. تمام كده. نسيبها كده لحد ما تاخد القوام المناسب، واجربها كده بالمعلقة. لما الاقيها ما بترجعش تاني، بتفصل وما بترجعش، يبقى هي كده تمام. شايفين كمان المنقار اللي بتعمله ده كده، هو اخد الفوليوم المناسب. ابدأ بقى اجهز الصينية او الحلة اللي بشتغل فيها للكيكة. طبعا ورقة زبدة كده، وبدهنها بالسمن. بدهن جوانب الحلة بالزبدة، وكمان بدهن الزبدة من ورقة الزبدة من تحت ومن فوق امانا، يعني لما بكونش متأكدة من جودة الورقة. هنزل بقى العجينة بتاعتي كده، عجينة الكيكة. ما شاء الله نازلة زي الكريمة بالظبط. شايفين قوامها وهي نازلة، ما شاء الله حلوة قوي. انزل بقى كل حاجة موجودة في الحلة بتاعت المضرب، علشان ده طبعا مقدار لازم احافظ عليه عشان تطلع الكيكة مناسبة. اسويها بقى واخبطها خبطتين، وابدا ادخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180. تقعد ساعة الا ربع في الفرن، وبعدين بطفي عليها. بختبرها الاول بخلة كده، او بحط ايدي عليها كده من فوق واشوفها طرية لسه ولا لا، وبالخلة بقى وبشوف استوت من جوه ولا لا. بسيبها في الفرن لمدة 10 دقايق كده، وافتح عليها سنة سنة عشان ما تهبطش. شايفين ما شاء الله طالعة حلوة جدا ولونها حلو. واخدة سوا مناسب قوي وطرية جدا جدا جدا. مش عايزة اقول لكم يعني حاجة كده اسفنجية وهشة وما فيهاش مسام وحاجة، يعني ما شاء الله حلوة قوي. هنقطعها بقى بعدها تاني يوم، هقطعها 3 طبقات. تقدري لو انتي محترفة اكتر تقطعيها اكتر من كده. طبعا اكيد في ناس اشطر بيقطعوها 5 طبقات كمان، 4 و5، بس هو ده المناسب والمتاح بالنسبة لي. اقطعها كده 3 طبقات عشان ما ابرولهاش، وبخاف انها تبوظ مني من الاخر يعني. بعد كده بقى هبدأ ازينها. احط قطعة كده. طبعا انا كنت عاملة قبلها كيكة تانية بقى، كان عيد ميلاد وكده، فكان في قطعة من الكريمة متبقية، حطيتها كده لتحت عشان اثبت عليها طبقة الكيكة. كانت هي اخر حاجة يعني متبقية. هعمل بقى الكريمة معاكم من جديد. طبعا بنجيب ربع كيلو من الكريمة.
بنحط عليه كوباية من اللبن، كوبايتين على حسب ما بتحسي ان القوام بقى مناسب، كوبايتين يعني ممكن. وبعد كده بتحطي السكر بقى على حسب التحلية، ولو هو محلى مش خام ما بتحطيش السكر، وتضربيه بقى لحد ما ياخد القوام المناسب مدة حوالي 4 دقايق. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش دعمك لقناتي، حطي لايك واشتركي معايا في القناة وحطي لي تعليق محفز عشان دايما اكون مستمرة معاكم بالجديد بإذن الله. هنسقيها طبعا بالسفن او بشربات خفيف كده، ونبدأ بقى نحط الكريمة ونوزعها كلها على الطبقة. ولو عندك بقى اي قطع فاكهة او شوكليت شيبس او اي حاجة متاحة عندك بتحطيها، ما تكلفيش نفسك، انتي بتجيبي كمياتك في بيتك بتاخدي منها، بتعملي منها اكتر من مرة، فالمتاح عندك اشتغلي بيه. انا عندي شوكليت شيبس فحطيته في على الكريمة ما بين الطبقات. هنعمل بقى كل الطبقات بتاعت الكريمة بالشكل ده، ونحط شوكليت شيبس. وانا بخلي بقى، عايزه اقول لكم بخلي طبقه اللي فوق اللي هي تبقى وش التورته من فوق، بخليها هي الطبقه الاخيره خالص اللي كانت المفروض انها الكيكه من تحت، بخليها هي فوق في التورته عشان تكون اكتر متساويه. هعمل الكريمه بقى واوزعها كده واسويها كويس قوي. وبعد كده بقى بعد ما اجلس التورته ادخلها التلاجة مدة نص ساعة كده على ما تتماسك مع بعضها كده، واقدر اكمل شغلي فيها. طبعا بعد ما خرجتها بقى كده عملتها ودخلتها التلاجة وخرجتها، بدأت بقى اجيب كده تزيين بسيط خالص بالكريمة كده، وردات كده، روزيتات بسيطة، واي حاجة بقى عندك تقدري تزينيها الشكل اللي يجي في دماغك. انا ما بكونش محضرة اي شكل، المتاح بشتغل بيه، وما شاء الله يعني الحمد لله ربنا بيوفق وبنطلع حاجة كويسة. عندك بقى فراولة بتحطي تحت، بتحطي زي ما عملنا قبل كده مكسرات، بتحطي اي حاجة فواكه المتاح بتشتغلي بيه. كده كانت شكل التورته النهائي، طلعت يعني ما شاء الله، يعني يا رب تكون نالت اعجابكم، بسيطه ومش مكلفه ومش مجهده. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. ما شاء الله طلع طبقات اهي، واستنوني فيديو جديد، وما تنسوش دعمكم لقناتي، تحطوا لي لايك وتقولوا لي كومنت محفز كده علشان دايما ابقى عندي استمرارية معاكم، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.